مساء الخير عليكم جميعا، تحياتي. انا حابب بس الاول حاجه، انا هنزل الفيديو دوت. اللي عايز يتابع احداث الفيديو كلها يتابعها على الصفحه الشخصيه بتاعتي، تمام؟ وتابعوها على الفيديوهات برضو عشان بتبقى مدتها قصيره، فتابعوها على الصفحه بتاعتي. انا عايز اكد على حاجه بالنسبه للحجوزات يا جماعه، عشان في مشكله حصلت دلوقتي احنا مش عارفين نحلها. في ناس بتقول لك انا حجزت معاك كان طالع معاك يوم السبت، طب حضرتك احجز معايا عشان نحجز لك القطر، فهو بيفاجئني بان انا هاجي لك يوم السبت هطلع معاك. لا مش هينفع، لازم بصوا بقى عشان نعمل اتفاق مع بعضينا. احنا هنعمل ايه؟ الرحله بتاعت الاسبوع الجاي ديت حضرتك هتحجز معايا من قبلها باسبوع عشان اقدر احجز لك القطر، عشان كله يبقى في عربيه واحده ويبقى في مكان واحد، يبقى ده تاكيدا على موضوع الحجز، تمام؟ حضرتك بتحول 50% وال 50% الثانيه عند التجمع في ميعاد القطر في محطه الجيزه، تمام كده؟ كل فيديوهات الرحله موجوده لايف. انا حبيت اكد على المعلومه دي يا جماعه تاكيدا. الحجز بتاع الاسبوع بتاع السفر احنا هنعمل رحله واحده بس في الاسبوع، ورحلتنا مخفضه على مستوى جمهوريه مصر العربيه. كل الرحلات عامله 3 ليالي وليلتين ب 3000 ومش عارف مين وارقام كده مرعبه. انا عامل لكم رحله كلها VIP وكلها محترمه. اما بالنسبه للي يقدر يحجز هو الانتقال بمعرفته احجزه، ولو انت عايز بدون انتقالات ب 1600 جنيه الاربع ليالي 5 ايام. وزي ما اتفقنا ان الرحلات الداخليه هناك بتكلفتها هنعلن من قبلها ان احنا رايحين الرحله بتاعت بكره، رايحين البر الغربي. البر الغربي يا جماعه تكلفه الانتقال بتاعته للفرد 50 جنيه 30 جنيه. التيكت بتاع المعبد خش تدفعه بايدك، انا ما عنديش مصلحه في حاجه. بالنسبه للي بدون انتقال، هو بالانتقال يعني هو التذكره على فكره انا عايز اقول لكم حاجه، التذكره ب 245 جنيه بتاعت القطر ما فيهاش اي حاجه، يعني ادي 250 و250 ادي 500 جنيه دول الانتقال. انا ما بقولش الانتقال بقد كذا وب 700 جنيه والكلام اللي انتوا فاهمينه ده. الانتقال التذكره موجوده عندي اهي بتاعت الذهاب والعوده موجوده 245 جنيه. حضرتك هتيجي مثلا انت قاضي، القضاه تقريبا ما بيدفعوش في التذاكر، حضرتك اركب معايا براحتك مفيش مشكله، يبقى الانتقال عليك. لكن انا حسابي مع حضرتك 1600 جنيه اللي هو بتاع الاقامه بتاع الفندق اللي احنا قلنا عليها الفطار والغداء، تمام؟ والفندق زي ما انتم شفتوا كل حاجه لايف. بس انا باكد ان حضرتك هتحجز معايا، تحجز معايا من قبلها الاسبوع اللي قبله. احنا هنعمل كل اسبوع رحله واحده، رحله تجمع يوم السبت عند محطه قطر الجيزه الساعه 7:30. العوده هتبقى حاجه من الاثنين، وهو في الغالب انا هخليها الخميس الساعه 1 الا تلت، بعد 1 الا تلت. ما عندناش مشكله في الفندق، الناس تمام في الفندق هناك، حتى يبقى عندك مساحه يوم الخميس لو عايز حاجه من البازار تحت منك تنزل تشتريها، كركديه مش عارف مين ايه لبان دكر ماشي التوابل الجميله بتاعتهم هناك دي، الكلام ده كله. ممنوع اصطحاب الحيوانات، ده رقم 1 طبعا، ده عشان القطر وعشان الفندق والكلام ده مش هينفع هناك، ولا قطط ولا كلاب ولا الكلام ده كله. اي استفسار اي حاجه اي تعاملات غير رقم تليفوني اللي هو 03 612 3 6 انا مش معترف بيها. هيبقى في تزاوج بيني وبين شركات ثانيه، بمعنى يعني انا البرنامج بتاعي اهو هتلاقي شركه منزله نفس البرنامج بتاعي دوت، هو حاطط لنفسه مكسب زياده وحاطط سعر زياده، انا ماليش دعوه بالكلام ده كله. حضرتك حجزت معايا تمام مفيش مشكله، لقيت شركه منزله البرنامج بتاعي ده كوبي ونزلته وحطاه بنفس السعر، احجز معاه وكلمني الاول، كلمني وانا اقول لك احجز معاه ولا لا. بس اكيد من خلالي برضه من خلال انا البرنامج ده بتاع انا، الخصومات والتخفيض اللي انا عامله ده عشان المبادره بتاعه تنشيط السياحه، واصحاب الفندق مساعديني في الموضوع، والانتقال تقريبا شبه برضه نفس القصه، والبرامج هناك برضه نفس القصه. يا جماعه الرحله ببلاش الا ربع. طب في جزئيه ثانيه برضه عايز اقولها، في ناس بتحجز معايا من دلوقتي في اجازه نص السنه، ماشي بس مش بالسعر دوت، السعر ده لحد يوم اجازه نص السنه. اجازه نص السنه بسعر تاني مختلف تماما، ببرنامج تاني مختلف تماما. انا حبيت انوه على الكلام ده لان الكلام ده مهم جدا. الناس اللي بتتصل تحجز من دلوقتي عشان نص السنه، لا انا مش هحجز لك من دلوقتي لنص السنه بنفس السعر، انا عندي سعر تاني في نص السنه هقوله وقتها، لكن انا ما بحجزش من دلوقتي لنص السنه. احنا شغالين دلوقتي لحد اجازه نص السنه على السعر اللي بقول لكم عليه دوت. والرحلات الداخليه انا هقول لكم حاجه كده على الهواء مباشره، هتبقى اقصى حاجه للمصاريف بتاعت الرحلات الداخليه والمتاحف والكلام ده كله هناك 600 700 جنيه في الرحله كلها، في الرينج ده مش هتتعدى. يعني كل رحلتي في الاسبوع ده كله اللي هم 4 ليالي 5 ايام، كل رحلتي مش هتتعدى 3000 جنيه. لو حضرتك لاحظت كل الدنيا وكل البوسترات مفيش حد منزل لايف، هتلاقي اقل رحله
ب 3600 جنيه و3400 جنيه و3000 جنيه 3 ليالي بس وفطار بس، والسكن في البر الغربي. البر الغربي ده يعني انت مقطوع عن المدينه. انا الفندق موجود في وسط المدينه، في وسط قدام طريق كباش وانا شرحت، وقدام متحف الاقصر، وفي قلب البازار، يعني في وسط المدينه. ما عنديش اي مشاكل. اي حد عايز يستفسر عن اي حاجه كلمني تليفون، رقمي 03 612 316، كلمني تليفون، ابعت لي واتساب تليفون، رقم تليفوني ده هو ده اللي انا برد، انا اللي برد شخصيا. لو ما ردتش عليك دلوقتي هطلبك بعد شويه. تمام؟ واي استفسارات تحت امركم. رحله ب 2100 جنيه شامله الانتقالات، 1600 جنيه بدون انتقالات. التجمع يوم السبت، العوده يوم الخميس. تحياتي.